ازاي واحد كل شغلته ان هو يكون امين على فلوس الناس والبلد يطلع بياخدها لحسابه؟ فعلا اللي يعيش ياما يشوف، واي مكان فيه الصح والغلط، بس المهم ان اللي غلط يتعاقب. وده اللي حصل فعلا ومن قلب وزارة المالية، المسؤول الاول عن مراقبة فلوس البلد، وفي ضربة كبيرة جدا للفساد. اكتشفت الحكومة موظف استولى على اكتر من 17 مليون جنيه. فيا ترى ايه مصير الفلوس اللي اتاخدت وترجع بقى ازاي؟ والموظف المتهم ده هيعملوا معاه ايه؟ خليكم معانا بالفيديو ده هنقول لكم كل التفاصيل. مفاجأة أعلنتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، كشفت فيها عن عملية مهمة اشتركت فيها وزارة المالية مع رجال هيئة الرقابة الإدارية علشان يوصلوا لواحد شغال في قطاع التمويل بالوزارة. الموظف ده استغل إن هو المسؤول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية لبعض الجهات، وبدل ما يبعت الفلوس لمكانها الصح حول الفلوس من كذا جهة لشخصين تانيين متفقين معاه بس مش شغالين في وزارة المالية. التحويلات ما كانتش لمرة ولا اتنين، دي استمرت لشهور بمبالغ وصلت ل 17 مليون جنيه حسب اللجنة اللي اتشكلت لرصد المبالغ المفقودة. هنا طبيعي تسأل ايه مصير الفلوس وكمان الناس اللي نفذت العملية؟ القانون هيتصرف معاهم ازاي؟ بص يا سيدي، الحكومة أكدت ان الموظف وشركائه رجعوا مبالغ مالية وممتلكات قيمتها قربت تساوي المبلغ اللي اتاخد 17 مليون جنيه. كمان رجال الرقابة الإدارية نجحوا في إلقاء القبض على الموظف والشخصين التانيين، وتمت إحالتهم كمان للنيابة العامة اللي قررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات. وعلشان تطمن الناس والمتعاملين معاها، وزارة المالية أكدت إن بعد اكتشاف الواقعة دي رجعت فوراً كل الإجراءات وحدثتها علشان تعزز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية بطرق بتمنع تكرار الواقعة مرة تانية. كمان قالت إن النظم المالية الإلكترونية ساعدت في الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليها، موثقة كمان بأوامر الدفع الإلكتروني اللي صدرت لشخصين المتهمين كمان في الواقعة. ووعدت الكل كمان باستمرار وزارة المالية في تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وده بمختلف القطاعات والمصالح التابعة ليها علشان تحافظ بقى على فلوس البلد وتمنع أي تلاعب فيها. وفي الشهور الأخيرة أعلنت وزارة المالية عن خطتها لتطبيق أنظمة جديدة لتحصيل الجمارك والضرائب علشان تمنع أي تهريب ممكن يحصل، لأن الضرائب مصدر مهم جدا لخزينة الدولة. علشان كده خدت أكتر من خطوة، وأقربها كان تطبيق النظام الفاتورة الإلكترونية. بس المشكلة إن النظام ده اعترض عليه الدكاترة والمحامين، وشايفين إن هو بيكلفهم أعباء كتيرة في وقت كل واحد فيه بيمشي شغله بالعافية، والحالة صعبة على الكل. كمان الرقابة الإدارية أعلنت خلال الساعات اللي فاتت عن أكتر من قضية رشوة أو مخالفات بالملايين في أتقل مصالح بالبلد، وده طبعا قلب الرأي العام في مصر. علشان كده لازم كل موظف يخلي باله وما يفكرش ان هو بعيد عن العين. بس انت بقى رأيك كيف النظام الجديد اللي المالية عاوزة تنفذه؟ وازاي نقف في وش الموظفين اللي بيلعبوا في حسابات الدولة؟